صباح الفل على احلى احوات. محتارين في الاكل والحلويات. النهارده هقول لكم على احلى الوصفات. منيو اقتصادي، وفي حاجات على قد الايد وفي حلويات على قد الامكانيات يا ست البنات. النهارده يوم جديد، صباحكم فل وياسمين، صباح كل شيء جميل، صباحكم يا احلى احوات في الدنيا. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وزيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. ودعموني باللايكات والكومنتات والكلام الحلو يا احلى اخوات، انا بحبكم كتير في الله. منيو النهارده منيو اقتصادي على قد الامكانيات، وهقول لكم كل وجبه كلفت معايا كام، وجبتها منين وازاي، وعملت معايا قد ايه، وقعدت معايا كام يوم عشان خاطر العيال. تمام، صلي بقى انتي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا، احنا دخلنا في الشتاء، واكل الشتاء اكل دفى، اكل كده بجد بجد يدفى ويظبط. هو الشتاء لسه ما جاش قوي، بس هنبتدي ان احنا دخلنا في الشتاء بدل كل حاجات الشتاء ظهرت. اول اكله معانا كانت لوبيا اللي هي معين سودا كده بالصلصه، وحبه اجنحه بقطع بطاطس مش كتير، يعني مش صينيه بطاطس، لا حبه بطاطستين يعني، وحبه رز والشوربه. اللهم صل على الحبيب. بصوا، الاجنحه انا جايباها ب 38 جنيه. انا كل حاجه كانت موجوده بصراحه في البيت، عندكم الخير كله، بس الحاجه الوحيده اللي انا دفعت حقها 38 جنيه. حط رينج مثلا 70 جنيه، انا مش عارفه بكام، وانتوا برضو احسبوا وقولوا لي. هنحط 70 80 على حسب ما الدنيا تظبط، بس اللي انا للامانه اللي دفعته بس 38 جنيه، لكن كل حاجه عندي. عندكم الخير كله يا رب، والرزق كل بيتكم خير وبركه. تمام، ندخل بقى على التقيل، وبالنسبه لي انا بحبها كتير وبستنى الشتاء عشان اعملها على طول يا ست البنوات، وهي ام علي. انا ام علي عندي بعملها بالجلاش، بعملها بالرقاق، بعملها بالمنفي، بعملها بالكرواسون، اي حاجه. وانا في الطبيعي بشيل الحاجات دي في الفريزر، لما يعني بعمل رقاق في حتت متكسره بشيلها، جلاش في حتت متكعبله بشيلها، وبحمصهم كلهم مره واحده وبعملها. بس ده للأمانة كان بالمنفيه، طبق المنفيه كان ب20 جنيه. جبت طبق عملوا معايا البولتين دول، وجبت نص لبن برضو ب20 جنيه، وحبة كوباية سكر عليهم هما الاتنين، او على السكر على حسب ما انتي بتحبي. اللهم صلي على الحبيب. وحتة سمنة صغيرة لو موجودة، بس كده عشان تتحمر الوش، مش عايزة سمنة مش مهم. بس كده كلفت معايا قولي 40 جنيه. طيب، دخلنا بقى على الأكلة التالتة، وهي صينية سردين بالبطاطس وحبة رز كده، حاجة كده على الهادي. السردين ده كان ب80 جنيه، وهو مش سردين، هو اسمه سردين موزة، والسردين ده بيبقى أرخص شوية من السردين البلدي. أنا عملته صينية كده حلو جدا، وكان طعمه تحفة بأمانة والله العظيم يا بنات. للناس اللي ما بتحب السمك الصينية، بجد فايتك كتير. ولا زيت بقى ولا دهون ولا وجع دماغ ولا الحاجات دي كلها. وعملت تحتيه كده حبة بطاطس، الولاد اكلوها بالرز والله العظيم كانوا بيتعاركوا عليها كل شوية، فين البطاطس فين البطاطس. وحبة رز كده وحبة سلطة. اتكلفت معايا كام؟ انا جبت السردين ب40، وقولي جبت ب5 جنيه بطاطس، وجبت نص رز على ان انا بصراحة عندي الرز، بس قولي 60 جنيه. هو ده اللي انا جبته، بس يعني ده اللي انا صرفته، بس انا للامانه ما صرفتش الا حق السردين اللي هم ال40 جنيه. بس كده يا بنات، اللهم صل على الحبيب، اكلنا وشبعنا واتظبط الدنيا معانا، بقت 100 فل و14. تعالوا بقى ندخل على الاكله الحلوه جدا ومعروفه اسكندريه بيها، الحجازيه. دي اسمها حجازيه اسكندرانيه بالنسبه لنا. اسكندرانيه، احلى بيت اسكندريه بيعرفوا يعملوها كويس جدا، وفي ناس بتطلبها من الاسكندرانيه عشان يعملوها، بس بجد تحفة. من حلاوتها خلصت في يومها. انا عملتها في اليوم، اقسم بالله الصبح ما لقيتش الا قطعة واحدة. بسم الله ما شاء الله، طعمها حلو جدا. ما استهلكتش معايا حاجات ياما، كله موجود في البيت، او مش كله موجود في البيت بصراحة، لان دقيق السميد مش معروف ان هو تملي بيبقى في البيت يعني. بس هي كوبايتين دقيق سميد، كوباية دقيق ابيض، كوبايه الا ربع سمنه، نص كوبايه سكر، وقرفه. وخلاص على كده. لو عايزين نعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات واعملها معاكم، لاني انا بصراحه ما صورتهاش. بس بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا 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 وطعمها حلو قوي. تعالوا بقى ندخل على اكله التوفير، وهقول لكم ان الاكله اللي جايه دي انا ما دفعتش فيها فلوس اصلا نهائي والله. وعملت الفيديو ده معاكم اني انا فعلا ما كنتش الدنيا مش متظبطه معايا اليوم ده، بس دورت في التلاجة وعملت الحاجات دي منها. كان عندي طبق مكرونة
حطاه في العلبه شايلاه، قلت اي حد ياكله، العيال مش عايزين ياكلوه عشان حطس بات في التلاجة. وكان عندي حبه رز، الكفته دي اليابانات بالرز والبطاطس، مش حاجه، مش لحوم، كفته رز بالبطاطس، بس تحفه جدا. وعملتها معاكم في الفيديو، بجد حلوه جدا جدا، والولاد اصلا ما حسوش بيها ان هي فيها بطاطس. والطحينه دي طحينه اقتصاديه بمعلقه دي بمعلقه طحينه واحده بس، وحبه سلطه. انا كم ياسين ما دفعتش فيها اصلا فلوس. كان عندي حبه مكرونه قواقع سلقتهم وزودت الكميه، والبطاطس عملتها كانت عندي سلقت بطاطستين، والكميه اللي كانت موجوده والله انتوا شفتوها بعينيكم للناس اللي متابعيني. بس بس امانه اكلنا وشبعنا. وعايزه اقول لكم كميه البطاطس اللي قعدت معايا لتاني يوم او لتالت يوم، يعني انا عملتها مره تانية جنب اكله تانية خالص نهائي، وعملتها في اللانش بوكس للولا، بصراحة ظبطت معايا كام يوم. تعالوا بقى ندخل على الحاجة الرابعة، وهي حاجة حلوة على قد الإمكانيات. لأول مرة في حياتي أعمل كيكة باللبن الرايب أو اللبن القاطع. تملي كنت بعمل باللبن القاطع معجنات حلوة جدا، طعمها مش فارق خالص عن الكيكة العادية، هي بس بالنسبة لي يعني مش قابة قوي عشان انا ما حطيتلاش بيكنج باودر كتير، ما حطيتلاش بيكنج باودر كويس، يعني كان اللي عندي نص كوبايه، نص معلقه اسفه. لكن هي بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا وطعمها حلو. والله يعني يا دوبك تاني يوم وخلاص ما قعدتش معايا، على اني كنت عامله يعني صينيتين. صورت صينيه معاكم وبعد كده قررت ان انا اعمل صينيه تانية، بس ما قعدتش بجد. يلا بالهنا والشفا على العيال. تعالوا بقى ندخل على الاكله اللي وراها، والاكله دي للامانه بتنزل في القلب بالنسبه لي. بجيب كده فرن عيش جنبي وبقعد اكل لما بقول يا كفى، محدش بيقومني، بيبقى هاين عليهم يشيلوني من مكاني. انا من الناس اللي بعشق الموالح، بعشق الموالح. لو عايزه تاكليني كل يوم موالح، سردين مملح، رنجه، فسيخ، الكلام ده كله ولا بالنسبه لي، بحبه جدا جدا جدا. اللهم صل على النبي. الرنجة كانت عاملة تقريبا الكيلو ب180 تقريبا، يعني انا مش فاكرة بكام، بس انا كنت جايباها من فريش اليكس، كانت عاملة عليه عرض تقريبا ب130 او حاجة كده، والله ما فاكرة الاسعار. والرنجة كنت او التونة كنت جايباها تقريبا ب25. بص انا مش متذكرة اسعارهم ايه، عشان بس ابقى في حق الله، يعني انا مش متذكرة الاسعار، بس هي كانت على قد الامكانيات برضو بالنسبة للأيام اللي احنا فيها، اللي احنا الأسعار أصلا كلها مولعة وما يعلم بها إلا ربنا. ففي ظل الظروف اللي احنا فيها دي، أكلة برضو تعتبر ماشية الدنيا بيها. بس بصراحة اللهم صل على النبي أكلت لما شبعت. وعلى فكرة كمية التونة الرنجة اللي أنا جايباها قعدت معايا مرتين، يعني أنا أكلتها مرتين يومين مش يوم واحد، أنا كنت جايبة نص. تعالوا بقى ندخل في الدفا والعفا اللي هو العيش باللحمة. ليه يا ام ياسين بتقولي دفا وعفا؟ كل ما بحب أعمل حاجة في الفرن وبكون عايزة حاجة الولاد ياكلوها، أدخل على طول أعمل عيش باللحمة. أولا طريقة العجن معايا بالنسبة لي كانت سهلة بسبب الطريقة اللي أنا اكتشفتها او اخترعتها. سهله وما بقتش تتعب دراعي. وكمان كميه اللحوم اللي بتتحط مع التوفير اللي انا بقيت بحطه اللي هي البطاطس، بزود بيها الكميه، ما بقتش تفرق معايا مع الولاد، ما بقتش تبان، وطعمها حلو جدا. بس يا بنات، دخلنا بقى على الاكله اللي وراها، والاكله اللي وراها كانت سمان، وكان لاول مره في حياتي ادوق السمان. السمان عامل الجوز 75، يعني جايبه الاربعه دول ب150 تقريبا. باقي الاكله كلها من البيت. للامانه الرز عندي، السبانخ دي من تفريزات السنه اللي فاتت، ابتديت بقى ان انا اسحب منهم كده، اخر حاجه فاضله عندي قلت اسحب منهم عشان الجديده اللي نزلت نبتدي نشيل منها. بس يا بنات بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اول مره اكل السمان واتبسطت ان انا اكلته. والولاد اصلا اكلوه لما شبعوا وعجبهم، وفي ناس طلبته تاني، يعني في ناس قالت لي اعمله لنا تاني. والسبانخ وحبه شوربه فراخ، بصراحه ما حبيتش ان انا اعمل شوربه سمان، لا دي شوربه السمان بالفريك صح يا بنات، شوربه السمان بالفريك، لاني انا عامله في السمان حاشيه فريك ورز كده بالشعريه. عارفه اللي في ناس هتقول لي السبانخ ما بتنفعش مع ده، لازم فراخ جنبها، بس انا او لحمه، انا اي حاجه مع اي حاجه، المهم تبقى الاكله كويسه كده ودسمه. وبالنسبه لي انا حابه ان انا اجرب للولاد حاجات جديده عشان ما يبقوش زيي ويقولوا احنا ما دقناش ده قبل كده. حبيت ان انا اجرب لهم كل حاجه. طيب الاكله اللي وراها يا بنات وهي برجر. انا كان عندي بالظبط 4 برجرات و3
سندوتشات كايزر كده زي ما انتوا شايفين. طلعتهم عملت لينا احنا التلاتة، ابو ياسين مش عايزه في عيش بلدي عادي. وقليت البطاطس وعملت جنبيه نص كيلو مكرونه اسباجيتي عشان خاطر بس ايه تظبط معانا، وبتنجان مملح كده، والدنيا 100 فل و14. طبعا انتوا عارفين ان انا من عشاق المحللات، اي حاجه محلله بعملها. صوص البرجر او صوص الجبنه الشيدر ده حلو جدا جدا، وانا ما بتقطعش عندي. هو وصوص البرجر بحبه على طول، لاني انا عندي ولادي بيحبوه اصلا، في الطبيعي بيحبوا صوص البرجر على حاجات ياما جدا. فبدل ما بجيب كاتشب وبدل ما بجيب مايونيز بجيب صوص البرجر، بيبقى متاح عندي. بس يا بنات، يبقى الاكله دي انا معرفش حسابها كام، لان كان كله موجود في البيت. للامانه يعني اقول لكم على حاجه، ان انت تجيبي حاجتك بالشهر وتحليها، دي بتوفر معاكي كتير جدا جدا، بيوفر معاكي حتى التفكير. وان انت تشيلي حاجه من حاجه، يعني مثلا النهارده هعمل نص كيلو زق فشيل صباعين، وهكذا بيفرق برضو معاكي كتير. تعالوا بقى ندخل للطب، وبالنسبه لي انا بعشقه، وكنت تملي كنت بجيب بقى الكبير اللي هو الحجم الجامبو ده عشان اعرف اقليه. بس من بعد الظروف اللي حصلت دي بقيت بجيب اللي هو الصغنن ده. ده كان ب 80 جنيه، ودول كانوا نص كيلو. بسم الله ما شاء الله، رامين كتير. وده كان جمبري مقلي، جمبري مقلي، جمبري طازه. بجد بالنسبه لي تحفه تحفه تحفه. وانا عندي الولاد بيحبوه لدرجه ان هم بيطلبوه مني، انا مش بيحبوه حتى من الشارع. اللهم صل على الحبيب. وعملت جنبيه رز اللي هو الاحمر ابو بصله ده، ودي شوربه قشر الجمبري. يعني انا قشر الجمبري اللي طلع من الجمبري برضو ما رميتهوش واستفدت بيه. جبت كمان نص مرجان، ونص المرجان كان ب130، انا جبت نص ب60. وجبت نص بوري. بوري ده ولا بولتي ولا ما فاكره. المهم جبت نص، ده كان عامل معايا 60 جنيه. السمكتين دول عملوا معايا 60 جنيه. القلي طبعا كان في البيت، والصينيه دي كانت في البيت برضو. بسم الله ما شاء الله، وفت وكفت معايا. الطحينه نفس الطحينه اللي كانت عندي انا حطيتها، يعني انا طلعتها بس من التلاجة، دوبتها شويه بحبه ميه وحطيتها في طبق نضيف، وخلاص على كده. بس يا بنات، اكله بجد بالنسبه لي بحبها جدا جدا جدا، لاني انا من عشاق الجمبري المقلي. بقى سندوتشات كده كده كده، المهم ان احنا ناكل. دول سمك، 3 سمكات مرجان و3 سمكات موزة. تمام. انا قلت برضو اقول لكم التشكيلة، لان هي مش كلها مرجان، من ده على ده هي كانت تشكيلة. وطبعا انتوا عارفين ان الكرنب خلاص بقى منتشر في البلد. وبسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لكم الشتاء جه ببشايره وبحيره، بس الشتاء لسه نفسه ما جاش. ربنا يا رب يسترها معانا. عملت الكرنب، والكرنبة دي كانت فيها ورق حامق وورق فاتح، فعشان كده ممكن تلاقوا ورق حامق شوية. وعملت جنبيها فلفل. انا من عشاق الفلفل، وقولوا لي انتوا من اكتر ايه الحاجات اللي بتاكلوها في المحشي، يعني انتوا بتحبوا ايه اكتر في المحشي؟ الكوسه، البتنجان، العزبان. بلاش العزبان عشان انتوا ما بتحبوش الكلمه دي، الممبار ولا ورق العنب ولا الكرنب ولا ايه؟ ولا الفلفل. انا بالنسبه لي بحب كل الانواع، بس بميل للفلفل شويه، حبه حلوين يعني، هو والبتنجان الابيض. قليت جنبيه كده بطاطس، وقليت جنبيه حبه ستريبس كانوا موجودين عندي او مش موجودين، هم متاحين عندي في التلاجة. فانا قليتهم عشان بس ايه، يبقى موجود حاجه فيها لحوم جنبيه، لو حد عايز ياكل حاجه بالعيش، عايز ياكل حاجه كده براحته خالص. انا عندي ناس في البيت اصلا بياكلوا المحشي بالعيش، معرفش ليه، ايه السبب، يعني بيحسوا بفرق او بيحسوا بمتعه، معرفش ليه، بس تمام يعني، اللي عايز حاجه ياكلها، المهم ان انتوا تاكلوا. بالنسبه لي المهم ان انتوا تاكلوا. تعالوا بقى ندخل على الاكله اللي وراها، ودي اكله اقتصاديه على قد الامكانيات. يا عينيا. بجد اللهم صل على الحبيب. انا كانت الظروف ما كانش معايا بالظبط الا 20 جنيه في البيت، وعندي تعتبر مكرونه بس وصلصه. وكده على الستريبس دي بتاعت الاكله اللي هي اللي فاتت دي، اللي فضلت من اكله المحشي. اكل المحشي خلص، المحشي كانت خلصت. وما كانش معايا فلوس، كان معايا بس الستريبس ده وحبه مكرونه، فما كانش هيكفوا، فجبت بال20 جنيه بيض. عملت منه بالبطاطس، وعملت منه شكشوكه. بجد كان طعمه حلو، ووفر معايا. اللي عايز ياكل بالعيش ياكل، واللي عايز ياكله على مكرونه ياكل، هم حرين. كنت الاول بعمله بالرز الابيض، في ناس كانت بتحب الرز الابيض على الشكشوكه، او حماتي يعني جربتني الطريقه دي او علمتها لي. بس انا عندي في البيت ما حبوهاش، فبقيت بعمل جنبيه مكرونه لما بكون مزنوقه وعايزه اعمل بيض، والولاد هيعترضوا ويقولوا لي يا ماما بيض، احنا عايزين حاجه جنبيه.
لان انا عندي ولادي من حته اللي هم بيحبوا الحاجات اللي بالمعلقه اكتر، يعني بيحبوا ياكلوا حاجه بالمعلقه اكتر ما ياكلوا بالعيش. مكرونه بقى، رز، عدس، اي حاجه، المهم اللي هي تبقى بالمعلقه يعني. بس يبقى نتاكد كده فاحر من الاخر. تعالوا بقى ندخل على التقيل. خلاص بقى بوظنا الميزانيه، ظبطنا الميزانيه، نبوظها بقى عشان خاطر نظبطها. اللهم صل على الحبيب. زي ما قلت لكم انا حابه ان انا اجرب حاجات جديده للولاد. اول مره اكل البط انا وولادي، اول مره احطه في بقي. تملي كانت ماما بتعمله وانا اقول لها لا مش عايزه، انا ما بحبهوش. بس المره دي قلت اجرب، ليه ما اجربش؟ ليه ابقى يعني عايشه حياتي وما اجربش؟ ليه نجرب؟ وفعلا لما جربته حلو. في ناس اعترضوا عليه ان هو مش بلدي. انا ما اعرفش، واول مره اجيبه ده بط العابد. انا ما اعرفش هو حلو او مش حلو. انا لقيت ناس بتشكر فيه على النت فجبته عشان كده، مش اكتر ولا اقل. بس ان شاء الله باذن الله هيبقى ليا تجربه تانية بس بالبلدي بقى. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم وييسرها علينا ونجرب البلدي. هبقى اجيب بقى اللي هو البلدي. بس قولوا لي المفروض ان انا اجيبه اسمه، اقول له ايه، شكله ايه، ايه المواصفات عشان اعرف اجيبه، لاني انا عمري ما جبته. انا كنت جايبه وراك من بط العابد. للامانه هي حلوه بس كانت يعني ايه، معضمه، ما فيهاش لحم كتير. بس طعمها حلو بالنسبه لنا. اول مره ادوق البط كان حلو. وطلعت كمان شوربتها تحفه تحفه. عملت منها تاني مره مروحيه، يعني بعديها بشويه مروحيه كده، بس ما صورتهاش معاكم بعد ما انتوا قلتولي. وجنبيها بقى مروحيه وشوربه كده بلسان عصفور العاديه. وده كان اخر حاجه عملتها، كانت برجر. كان عندي بقيه البرجر، يعني دول كنت عاملاهم واللي فضل منهم التلاتة اللي انا حطيتهم في اول الفيديو. دول كنت عملتهم يعني، والولاد اكلوهم. وفضل معايا ثلاثة. اليوم ده كان ابو ياسين مش موجود، فعملت لكل واحد فينا اتنين، ويوسف بس واحد لان يوسف ما بياكلش كتير. بس وعملت جنبيه بطاطس جواه بقى. كنت حاطه طماطم، كنت حاطه صوص الجبنه، صوص البرجر، كنت حاطه اللي هو المشروم حلو جدا معاه، والبصل المكرمل حلو جدا معاه، بجد بيديه في حته تانية. ودي كانت اكلتنا مش عارفه كام بقى. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا فيه. بحبكم كتير، ما تنسوش اللايكات يا احلى احوات. سلام.